كنت بذاكر غلط وجالي احباط لان كنت بعمل مجهود على الفاضي. ممكن تقول لي ابدا ازاي؟ صح، من فضلك. الاكسنت عندي الحمد لله حلو. طيب انا ممكن اعمل زي ما ناس كتير بتعمل، ان انا ابعت لك خطه وخلاص وتمشي عليها بناء على اللي انت بتقولي لي عليه. بس انا دايما بحترم التخصص، بمعنى ان انا مثلا لما باجي اشتغل مع الطلبه بتوعي او حد اعمله تحديد مستوى، هو بيبقى وان اون وان. يعني انا بكون مع الطالب واشوف المشكله بتاعته فين، وبعد ما بسمع ببدا ان انا اعمل له الخطه بناء على ده. والله مثلا ممكن طالب يبقى هو صفر خالص، وده عادي مفيش فيها اي عيب خالص، فانا ببدا ان انا اقول له على المواضيع اللي هو محتاج يتكلم فيها في حياته اليوميه، زي اصحابه، زي المدرسه، ايا كان المواضيع اللي هو فعلا فعلا بيستخدمها، ويبني عليها القصه بتاعتها ويقعد يحفظ بيها ويردد كل يوم. طب لو طالب تاني مستواه في اللغه كويس، مثلا بي 1، بيتكلم كويس بس هو عنده مشكله في النطق، يبقى هنا انا لازم اقعد معاه واعرف المشكله، ولو هي دي المشكله فعلا ابدا ارشح له كورس صوتيات يبدا ان هو يشتغل عليه. طيب لو مشكله الطالب هو بيتكلم كويس والنطق كويس، بس هو محتاج يشتغل على الانتونيشن، محتاج يشتغل على اللينكينج، ان هو يتكلم بشكل زي الاجانب اكتر، فانا لازم اقعد معاه واشوف مستواه فين وبعد كده ابدا. الخلاصه ان انا دايما بحب ان انا اقعد مع الطالب، افهم مشكلته فين بالظبط. عنده مشكله مثلا في صوت زي صوت البي، او عنده مشكله في صوت زي الصوت مثلا الايه او الاه او ايا كان، وعلى اساسه ابدا احدد له الخطه. فمن غير ما اطلع على حضرتك او حضرتك، ابعت لي في التعليقات او ابعت لي رساله نعمل تحديد مستوى، نشوف المستوى فين، وبعد كده نبدا ان احنا نحط الخطه وخلاص، وتبدا تمشي عليها على طول يعني. بس كده.